صحيت من النوم في الغربة نفسي اكل كشري مصري على اصوله، وانا دايما بابا بيقولي ان احلى كشري بياكله في حياته من ايدي. فخليني بقى اقول لكم على شوية اسرار في الكشري هتودي طعمه في حتة تانية خالص، وبجد كل اللي هياكله من ايديكم هيتجننوا. اول حاجة بنبتدي بيها عشان نعمل الكشري هو البصل ده هو السر الرئيسي والمكون الرئيسي لطعم كشري حلو. حتى لو مش بتحبوا البصل لازم تعملوا الخطوة دي، ويفضل في وصفة الكشري ان احنا نستخدم بصل ابيض مش احمر عشان بيبقى مسكر كده وخطير وبيدي لون وقرمشة تحفة. قطعته شرايح جوليان رفيعة قد ما قدرت، وبعدين حطيته في بوله كده ورشيت عليه بقى رشه من الدقيق وكمان رشه من النشا. مهم جدا بقى عمليه نخل البصل من الدقيق والنشا، يعني نقلبه الاول بايدينا تقليبه حلوه كده ونعيط شويه من البصل، وبعدين ندخله بقى في مصفى ضيقه نروح حاطين البصل بتاعنا ونفضل ندخل فيه لحد ما نتاكد ان اي زوايد نزلت عشان البصل ما يفكش مننا في الدقيق، قصدي البصل ما يفكش من الدقيق مننا في الزيت. بعدين بقى سخنت الطاسه بتاعتي كويس جدا ونزلت البصل بتاعي، مش بينزل على مره واحده ودي حاجه مهمه جدا. وبعدين بعد ما بياخد اللون الخطير ده بنصفيه كويس جدا وبنشيله، ويبتدي بقى ان احنا نعمل الكشري بعد الخطوه الخطيره دي. عايزه اقول لكم ان الزيت بتاع البصل ده احلى كشري هتاكلوه منه. بنصفيه كويس كده، وبعد كده بقى نبتدي نعمل كل حاجه بتاعه الكشري. اول حاجه هبتديها معاكم الدقه وكمان صلصه الكشري، الاثنين دول بعملهم مع بعض في وقت واحد وهفهمكم دلوقتي. باخد كبشتين 3 كبار كده من زيت البصل، وبعدين بحطهم في حله وبفرم شويه توم حلوين كميه، وهنزلهم بقى يتشوحوا مع زيت البصل دول واقلبهم مع بعض كويس لحد ما التوم يبتدي كده هيغير لونه. اروح نازله عليه ب3 4 معالق كبار من الخل. هكتب لكم المقادير برده تحت الفيديو عشان ما تتلخبطوش. وبعد ما تشوحوا مع بعض التوم مع الخل كده قسمتهم على حلتين، يعني دلوقتي حلتين فيهم توم مع خل. حله هعمل فيها الدقه نزلت ليمون وميه، هكتب لكم برده كميات الدقه بالظبط تحت الفيديو. وبعدين نزلت البهارات اللي هي ملح وكمون وكزبره، هقلبهم بقى مع بعض كويس وكده معاكم احلى دقه خطيره. الحله التانية بقى اللي فيها التوم مع الخل دي هعمل فيها الصلصه. جبت كميه من الطماطم وبرده هكتب لكم الكميه تحت الفيديو، ضربتهم في الخلاط بتاعي وبعدين نزلت بيهم على الثوم والخل. الطريقه دي يا جماعه هتطلع لكم دقه وهتطلع لكم صلصه خطيره. نزلت بالبهارات اللي هي ملح وفلفل ومرقه فقط لا غير، وبعدين نديهم تقليبه حلوه مع بعض كده ونغطي ونسيبهم بقى تتسبك براحتها. وبعدين بقى نعمل الرز بالشعريه. حطيت معلقتين كبار من الزيت بتاع البصل، بعدين نزلت الشعريه بتاعتي وهفضل اقلب فيها لحد ما تاخد لون خطير. بعد بقى ما وصلنا للون ده بنروح منزلين الرز المصري بتاعنا. الكميات هكتبها لكم تحت الفيديو. وبعدين ضروري جدا جدا نقلب الرز مع الشعريه كويس قبل ما نحط العدس. العدس بقى قدامكم حاجتين، يا اما تكونوا ناقعينه يا اما انا ما كنتش ناقعاه فاضطريت ان انا اسلقه في ميه مغليه. حطيت مرقه وملح وكمون وكزبره، وبعدين نزلت العدس بتاعي يتسلق. تقريبا هياخد وقت منكم من ربع لتلت ساعه. وبعد ما بيكون داخل على السوا كده بروح مصفياه، وبعدين بروح منزلاه بقى على الرز اللي بالشعريه. الطريقه دي يا جماعه طريقه خطيره، وفي ناس بقى بتشوح العدس الاول، برده الطريقه دي بتبقى حلوه. يعني طريقه العدس اللي بيتحمر مع البصل برده طعمها بيكون حلو قوي، بس انا بحب لون الكشري يكون فاتح، فالطريقه دي بالنسبه لي بتكون احلى بكتير. حطيت بقى ميه مغليه تغطي بالظبط الرز والشعريه والعدس. بعدين بقى اعمل الشطه، احط مكبشتين كده من الزيت وانزل فيهم شطه باودر او تشيلي فليكس. بس عايزاكم تاخدوا بالكم اول ما تحسوا انها خلاص هتغلي تقفلوا على طول عشان ما تقعدوش تعطسوا جامد قوي من الشطه. بعدين بقى بتنزلوا عليها كبشه من الصلصه بعد ما اتسبكت، وكده تكون معاكم احلى شطه هتاكلوها مع الكشري بجد. نسلق بقى المكرونه في ميه مغليه تكون مالحه. انا بحب احط سباكيتي والمكرونه المرمريه اللي هي الكور الصغيره دي. ويا جماعه ميه سلق المكرونه مش بيتحط لها زيت، بيتحط لها ميه مغليه وملح بس. بعد ما تتسلق كده بنروح مصفيينها، ما بنغسلهاش. انا عايزه احافظ على النشا اللي موجوده في المكرونه عادي جدا. وبعدين بروح حطها في الحله وانزل عليها كبشتين من الزيت بتاع البصل. مش قادره اقول لكم بتكون مفلفله وفيها طعم خطير. وكده كل حاجه جاهزه معانا، نبتدي بقى نجهز اللوحه الفنيه بتاعتنا. نزلت المكرونه المفلفله الخطيره بتاعتي، بعدين نزلت عليها بالرز والشعريه والعدس، نديهم بقى تقليبه كويسه جدا مع بعض. وبعدين بقى نحط الحبشتكنات بتاعه الكشري. الصلصه جاهزه معايا ومتسبكه، والشطه جاهزه معايا، والدقه الخطيره جاهزه معايا، والبصل المتقرمش الخطير جاهز معايا. انسوا بقى اي كشري اكلتوه في حياتكم وجربوا تعملوه كده في البيت، وما تنسوش تدعولي بجد الطريقه دي خطيره. يلا استنى رايكم. باي باي.